السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هنصلي بينا على النبي ونقول عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة موضوع الحلقة مهم جدا وطالع اليومين دول على السوشيال ميديا. يلا بجملة التفاهة اللي بتحصل على السوشيال ميديا، واحدة مسميينها ملكة جمال المعادي أو المقطم، يعني حاجة زي كده. طالعة بتقول أنا عايزة أتجوز، أنا عنست، أنا عندي 28 سنة، أنا عايزة أتجوز واحد شبه فريد شوقي، عايزة أتجوز واحد شبه مش عارفة مين شعره أبيض في مسلسل إيه. قصة وحكاية ورواية. واحدة طلعت علينا فجأة وبتقول إنها عايزة تتجوز. الموضوع بصراحة ما هواش جديد، لأن قبل كده حصل واحدة بنت بس طلعت مرة واحدة بس وحصل عليها ضجة إعلامية من السوشيال ميديا إنها عايزة تتجوز. البنت اللي فاتت دي أول واحدة عملت الموضوع ده، طلعت بفيديو واحد وما طلعتش ومرمطت ورخصت نفسها زي فتاة المعادي اللي هي طالعة اليومين دول. بقالها ما شاء الله أكتر من 10 أيام على السوشيال ميديا، وفي واحد وراها رايح جاي ما تعرفوش إذا كان ده بيدور هو كمان على الشهرة وعمال يجري وراها على أساس إنها ترند، وطالع متنرفز. انتوا ازاي تزعلوها، انتوا ازاي تقولوا عليها كده، وطالع بيزعق. ما تعرفوش إذا كان بيزعق للناس ولا انت بتزعق لمين، ولا بتزعق لمتابعينك، ولا ايه الموضوع بالظبط. المهم المستفز في الموضوع انها طالعه في الفيديو الاخير اللي انا شفته طالعه بتعيط. عارفين مشهد من فيلم فيروز اللي هي اخت نيلي الصغيره، طالعه بتتكلم وبتتشحتف ومش ازاي تقولوا عليا كده، انا ما كنتش عايزه اعرفكم ان انا كنت متجوزه واتطلقت، احسن لقب المطلقه صعب جدا، وكنت عايزه اكون عانس واقول لكم ان انا عانس ومش عارفه ايه اللي انتوا بتعملوه ده. ومين اللي خلاكي تدرسي اتقان التمثيل للدرجه دي؟ وبعد كده كل يعني الفيديو يتعمل وبعديه فيديو وهي بتضحك وحطالك 2 3 4 كيلو بويا ومش عارفه ايه. انت ازاي جايبه الوقت اللي انت بتعمليه ده؟ ازاي طلعت تقول اصل ابو نواف جه ولا معرفش ايه خليجي، واحد خليجي خطبها؟ ايه القصه والهبل دي؟ طيب ايه الموضوع اللي انا جايه اتكلم عنه؟ واحده زي دي طالعه بتقول انها اخدت لقب مطلقه وبتستعر انها واخده لقب مطلقه، وعايزه تاخد لقب عانس على اساس انها عايزه تتجوز وانها لقب عانس. وفي بعض الناس من اقاربها يقال انه هي كانت متجوزه وطلعت فعلا متجوزه ومخلفه. يعني انتي عندك مشاكل شخصيه ومشاكل اجتماعيه تخليكي لوحدك واحده مهيبره، وده اللي حصل. حضرتك واخده لقب مطلقه وحصل مشكله بينك وبين جوزك، ايه العيب ان انت واخده لقب مطلقه؟ وايه العيب ان انت تكوني طالبه الحلال وعايزه تتجوزي وانت مطلقه؟ طيب ما هو انت لما تيجي تتجوزي دلوقتي الشخص اللي هيتجوزك اللي المفروض ضحكتي على الشعب المصري او على السوشيال ميديا عامه وطالعه تقولي انك ما اتجوزتيش قبل كده، فالشخص اللي هيجي يتجوزك هيعرف ان انت مطلقه. ليه تضحكي عليه من البدايه؟ دي حاجه. الحاجه التانية، ايه المشكله ان انت تكوني عانس وعندك 28 سنه زي ما انت بتقولي وطلع في الاخر حاجه و30؟ ايه المشكله؟ انا اعرف بعض الناس ومعرفه شخصيه، واحده كانت مطلقه وبعد كده ربت بنتها لحد ما بنتها مثلا بقت عندها 13 14 سنه فحبت تتجوز تاني. فالست اللي انا بحكي لكم عنها دي كانت موظفه حكومه وبتقبض مرتب شهري ومش محتاجه لحد، وعندها شقتها التمليك وعندها حاجات كتير جدا خاصه بيها تخليها مش محتاجه لراجل. ففجأة كده احتاجت انها عايزة تكون معاها راجل في البيت. اتجوزت الست
وعلى فكرة الكلام ده مش من خيالي، دي حكاية حقيقية أنا بحكيها لكم عن تجربة شخصية شفتها وعشتها. احتاجت ان يكون راجل في حياتها، اتجوزت، وبعد ما اتجوزت ما كملتش بالظبط 15 يوم. اللي حصل بالظبط كالآتي: لما اتجوزت الشخص ده واتجوزته في شقتها، دخل عليهم يوم 2 3 يوم عسل والكلام ده كله واللي انتوا فاهمينه والحركات دي والشقلطات. عرف كل خبايا وعرف كل حاجة تخصها هي شايلاها فين. كانت على مدار السنين دي كلها طبعا ست ولوحدها وبتشتغل وعارفة بتدبر أكل شرب، شقتها ملكها، معاها ذهبها الخاص، معاها حياتها الخاصة، محوشة قرشين في بيتها. المهم جت الضربة القاضية في يوم، أخد كل فلوسها وأخد كل حاجة هي محوشاها، وطبعا بما إنه هو الزوج فعرف مكان كل حاجة في البيت وخد كل حاجة وطفش، وبعت لها بعد كده ورقة الطلاق. ادي الست اللي فكرت انها تتجوز وكانت مطلقة وكانت واخدة لقب عانس وكانت حاجات كتير، وده اللي جالها بعد ما فكرت انها بس تتجوز. انت ست طالعه بتقولي انك عندك فيلا وعندك عربيه وعندك ايه اللي ضمنك ان انت لما تتجوزي واحد يصونك ويحافظ على املاكك ويزيدها؟ ما يمكن اللي انت فيه ده نعمه من عند ربنا، ما يمكن فكرة الطلاق ان انت تكوني مرتاحة ودي نعمة من عند ربنا، وبما ان انت مطلقة وعندك ما ييسر لك الحال ليكي، ما انتش محتاجة لحد ماديا، ما دي نعمة من عند ربنا. ما جايز لما اللي انت هتتجوزيه ده، وده هنعرفه بعدين على فكرة، واعرفوا الكلمتين اللي انا بقول لكم عليهم دول، لو الست دي اللي هي طالعه اسمها فتاة المعادي او ملك الجمال المعادي اللي عايزه تتجوز على نفسها دي اتجوزت فعلا، بعدها بشهر اقل او اكثر مش بكتير هتطلع تقول عمل فيا وسوى وضحك عليا وسوى يا اختي، وهنعرف وندخل ترند جديد معلش في الالفاظ لحسن الجو حر، وهترجع تاني للسوشيال ميديا طالعه بتبكي وتتأحر على حالها لما اتجوزت الشخص الجديد. المشكله ان ده حالنا. واحده تطلع تقول عايزه اتجوز، ولما تيجي تتجوز على السوشيال ميديا والناس كلها تعرف، شهر واتنين والترند طبعا هيروح منها، ما خلاص راح، ترجع تقول ده ظلمني، ده اخد فلوسي، ده ضحك عليا، ده اخدني علشان اخدمه، ده عمل وسوى، علشان ترجع ترند تاني وتعمل صعبانيات على الناس من اول وجديد. لسه شايفه فيديو دلوقتي حالا على السوشيال ميديا لفتاه لبنانيه بسيطه، وطبعا طالعه شكلها منمق، لذيذه، عندها 35 سنه، بتقول مش محتاجة لحاجة، عندي شقتي، عندي المصاري، عندي شغلي، عندي كل حاجة، بس أنا محتاجة عريس في العشرينات يصوني يحبني، والحكاية الرواية ما لها طلباتها رخرة. بس حساها إنها مش طالعة بالرخص وبالحماقة اللي إحنا بنشوفها في فتاة المعادي دي. تحياتي للست الاولانيه صاحبه الترند الاولاني ومحدش سمع عنها اي حاجه قبل كده، واتمنى لها كل خير. مش فاكره كان اسمها حاجه اسامه، مش فاكراها والله، انا هبقى ادور لكم على الفيديو واحطه على جنب كده. المهم تحياتي ليها، يا رب تكون هي اتجوزت فعلا وعايشه في سعاده، واتمنى لكل بنت واخده لقب مطلقه واقول لها ان دي نعمه من عند ربنا، اكيد ربنا هيعوضك من باب تاني، وما تطلعيش ترخصي نفسك، لان انت لو طلعتي رخصتي نفسك اللي هياخدك وهيبيع فيكي مش هيحترمك. ولو انت عانس دي نعمه من عند ربنا، ما هياش نقمه،
لان ممكن تتجوزي وزي ما بيحصل دلوقتي ممكن تتجوزي وفي الاخر تروحي لابوكي وامك بعيل وما انتش عارفه تروحي فين وتيجي منين، وياخد عفشك وياخد حاجتك والحكايه والروايه ومشاكل كتير ياما بتحصل في الايام دي، ما بقتش في حاجه مضمونه. والله انا بتمنى زي زمان كده تيجي واحده زي المهنه بتاعت الخطبه دي، عارفينها بتاعت زمان دي، اللي بتاخد صور البنات وتاخد صور الشباب وتروح لدول وتروح لدول وتوفق دي وتوفق دي، وعارفه المشاكل دول وعارفه ازاي توفق هنا وهنا. يا ريت الموضوع ده ينتشر وتبقى شغلانه حلوه والله، بدل اللي طالعه وتقولك عايزه اتجوز ولابسه مش عارف ايه وطالعه ايه ورايحه فين وجايه منين وبتصورة قدام الكام. انت دي صورة صحيحة يعني انا اعرف واحدة لما كانت بتتزنق قوي تقوم عاملة نفسها مسورة واقعة. ده صعبانيات يعني، عارفين الصعبة. يا دي النيلة، يلا مع السلامة، كفاية عليكم كده.